الا سولتك شنو ممكن يخلي حارس ديال المشرحه يهرب بهاد السرعه في الليل، هادشي اللي غنكتشفوا في الفيلم ديال اليوم اللي مستحيل توقع النهايه ديالو. كيبدا الفيلم ديالنا بواحد سميتو انخيل كيجري في الغابه بالفلاش ومخلوع من شي حاجه كتجري عليه، ولكن ما كينتبهش وكيخرج في الطريق وكتخبطو طونوبيل طياراتو. في هاد اللحظه البوليس كيعيطوا لواحد المحقق باش يشوف اللي وقع. كيمشي المحقق للسبيطار وخونا اللي ضربو بالطونوبيل قال لهم باللي كان غادي في الطريق حتى خرج عليه انخيل فجاه من الغابه وهو كيجري ومخلوع. كيمشيو البوليس للمشرحه وكيعرفوا ان غير انخيل اللي كان خدام داك الليله، والغريب في الامر الكاميرات كاملين ديال المشرحه ما خدامينش من غير وحده اللي شافوا فيها انخيل هربان وكيجري. الاخطر من هذا الشيء البوليس كيلقاو جثه ديال وحده سميتها مايكا ما كايناش. هنا البوليس كيراجعوا الملف ديال مايكا وكيعرفوا انها ماتت في نفس النهار بسكته قلبيه مزوجه بواحد سميتو اليكس. بالمقابل كنلقاو اليكس ناعس وكيبان عليه الحزن بعد ما رجع من المختبر اللي خدام فيه وعرف ان مايكا ماتت بسكته قلبيه. بعد شويه كنشوفوا اليكس هو غادي بالموتور لعند صاحبته نانسي وكيعيطوا ليه البوليس وكيقولوا ليه باللي الجثه ديال مايكا اختفات من المشرحه. كتقول له نانسي واش متاكد ان مايكا ماتت؟ كيقول لها اليكس متاكد 100% وكيشد الطريق للمشرحه. هنا كيقول المحقق باللي ممكن شي واحد يكون خدا الجثه وان الحارس شاف شي حاجه وهرب، ولكن للاسف دخل في غيبوبه. كيسولوا اليكس شكون ممكن ياخذ الجثه. المحقق كيجاوبوا باللي شي واحد باغي يأذيك انت ولا مراتك واخا هي ميته، حيت ما يمكنش تجار الاعضاء يسرقوا غير جثه وحده. فكيقول له اليكس باللي ما عندهم حتى عداوه مع شي واحد. كيجي واحد البوليسي اللي كيسول اليكس على فين كان فاش عيطوا له في التليفون ديال الدار وما جاوبش. كيقول له باللي مشيت نشري الدواء من الفارماسيان. اليكس كيتصل على نانسي وكيقول لها باللي تمشي عند الحارس للسبيطار وتحاول تعرف اش وقع، وكيمسح المرتهم بالتليفون. الطبيبه كتقول للمحقق باللي ممكن مايكا ما تكونش ماتت وانها شاكه يكون خطا في التقييم ديال الوفاه ولا شي واحد دار لها اوفر دوز بشي دواء معين وسرق الجثه باش ما يلقاوهاش في التشريح ديال الجثه. فالمحققين هنا كيشكوا في اليكس خصوصا فاش كيشوفوا ما متاثرش بالموت ديال مراته ولا الاختفاء ديالها. الضو كيتقطع وكيمشي اليكس للصندوق ديال الحوايج ديال مايكا وكيلقاو فيه ميكا خاويه قرعه صغيره مكتوب عليها تي اش 16 وكيتفكر فاش كان كيحط منه في الكاس ديال مايكا. كيدخلوا عليه المحققين وبالزربه كيدير القرعه في جيبو. كيسولوه علاش جا لهنا فكيقول لهم باللي سمع صوت وجا يشوف شنو كاين. وفاش كيلقاو القفل مهرس وميكا خاويه كيسولوه علاش خديتي التليفون ديال مايكا اللي كان في الميكا، وكيقلبوه وكيلقاو عنده القرعه. والمحقق كيشوف انها مكتوب فيها السميه ديال المختبر اللي خدام فيه اليكس. في هذه اللحظه التليفون كيصوني وكيقول لهم باللي هذه اختو كيمشي يهضر في الحمام. كتقول له نانسي الحارس راه في غيبوبه وغتبقى تسنى حتى يفيق. كيقول لها اليكس شي واحد فتح الصندوق ديال مايكا وخد تليفونها وان الماده اللي دارها المايكا في الشراب طاحت في اليد ديال البوليس. وكيقول لها ما تقول حتى حاجه لشي حد حيت هذا الشيء اللي كيوقع ماشي طبيعي. هنا كيشوف ورقه في السقف وكتكون نفس الورقه اللي لقى عند مايكا من قبل ومكتوب عليها انتقام من اجل العائله. فكيشك ان مايكا مازال عايشه وكتنتقم منه. كيدق عليه البوليسي وبالزربه كيرمي الورقه في الطواليط ولكن ما كيخدمش السيفون وخونا اليكس مسكين هنا كيضطر انه ياكلها. المحقق كيقول اليكس هذا الطابلو اللي كيتحكم في المبنى كامل والكاميرات وان اللي سرق الجثه دخل من هذا القادوس اللي كيوصل للسطح وبدل حتى الكود ديال الباب ورجعوه 20 مارس 2012. فكيسولوا المحقق واش كتعرف شي حاجه على هذا التاريخ. اليكس كيتوتر وكيقول ليه لا. كيلقاو اثر ديال الرجل وكيسولوا المحقق على النمره اللي كيلبس. كيقول له اليكس 42 واللي كتكون نفس القياس اللي لقاو في الارض. هنا كيشعل انذار الحريق وكيمشي اليكس يصوني على نانسي وكيتصدم بالبراسلي اللي كان في اليد ديال الجثه ديال مايكا قدامه. وكيعرفوا المحققين الانذار كان متعمد وكيشكوا اكثر في اليكس. في نفس اللحظه كتخرج نتائج الماده اللي لقاو عند اليكس وكيقول لهم البوليسي باللي الماده سامه كتهاجم القلب وكتكون غير في المختبرات. البوليس بداو كيربطوا الخيوط ديال الجريمه ومشاو شدوا على اليكس الباب. كيلقى اليكس باب خور في البيت وكيسمع صوت ديال التليفون كيصوني. كيلقى مايكا اللي كتصوني في التليفون ديال واحد ميت سميتو خافيير الونسو. كيجاوب وكيسمع صوت ديال شي حد كيموت وكيتفكر ان هاد السميه ديال الطبيب النفسي اللي قالت له عليه مايكا. كيخاف وكيمشي يفتح الباب ولكن كيلقاه مشدود. كيحل التليفون اللي لقاو كيلقى فيه غير نمره وحده مسجله. كيتصل وكتجاوب وحده في المطعم وكيلقاه نفسه اللي كانوا كيمشيو ليه هو ومايكا. كيصوني اليكس على نانسي وكيقول لها بلي لقى تليفون في الجثه ديال شي واحد سميتو خافيير الونسو. كيطلب منها تبحث في القضيه ديال هاد الطبيب وعلاقته بمايكا. كنرجعوا لعند المحقق اللي كيكون كيتفكر كيفاش كان عايش بسعاده مع بنته ومراته قبل ما يديروا حادثه. وكيمشي عند اليكس وكيبدا يضغط عليه ويقول له اكيد انت اللي قتلتي مايكا بالماده السامه اللي لقينا عندك وسرقتي الجثه ديالها باش ما تشرحش ويعرفوا الماده اللي في جسمها وباللي انت اصلا تزوجتي بها غير على حساب فلوسها والمختبر ديالها. وكيسولوا على فين هو الدواء اللي قال لهم خرج يشريه من الفارماسيان فاش صونوا عليه للدار وان مايكا بدات كتشك فيه وكلفات محقق خاص سميتو خافير الونسو باش يراقبه وكنت لقاتو كان غيخسر الفلوس كامله لهذا قرر انه ينهي حياته. كيديه اليكس للجثه اللي كان مكتوب عليها خافير الونسو ولكن كيلقى ان السميه ديالو تبدلات. وهنا كنعرفوا ان اليكس بدا يفربل شويه. وكيصونيو البوليس على المحقق وكيقولوا ليه باللي ما لقاوش الونسو وان شي واحد سرق الديسك ديال القضايا اللي كان خدام عليهم. كيتصل اليكس على نانسي وكتقول له باللي لقات صندوق حدا باب ديال دارها وفيه ديسك ديال الونسو واللي كتكون فيه تصاورهم بجوج وحتى سجلات المكالمات بيناتهم. فكيطلب منها اليكس تخرج من الدار وتهرب حيت غالبا مايكا كتراقبها دابا. وهما كيهضروا نانسي كضربها طونوبيل وكيتقطع الخط. هنا اليكس كيطلب من المحقق يمشي ينقذ نانسي. من بعد شويه كيجي
كيجي عنده كيقول له بلي مشينا للدار ديال نانسي، ولكن قبل ما نكمل غادي تقول لي شنو هي علاقتك بنانسي. فكيقول له اليكس بلي نانسي كانت طالبه عندي في الجامعه وكنت مزعوط فيها وحتى هي كتبغيني، واخا كنت قايل لها بلي راني مزوج من مايكا، ولكن مايكا بدات كتشك فيا وقررت انا ونانسي اننا نقتلوها. كيقول له المحقق اذا كنتي بصح قتلتي مايكا كيفاش هي دابا عايشه؟ كيقول له بلي ممكن تكون بدات الكيسان وانها ممكن تكون كتلعب بينا حاليا. كيقولوا البوليس المحقق بلي لقاو في دار اليكس مخططات للمشرحه والكاميرات وادله كتربط اليكس بهذا الشيء كامل. المفاجاه هي كيفيق الحارس اللي كيقول لهم بلي الكاميرا طفات وسمع صوت الفوق. فاش طلع لقى الجثه ديال مايكا في السنسور وخرج عنده واحد وبدا يضربه بالفردي، هو نفس الفردي اللي كان في الطوموبيل ديال اليكس. قبل ما يدافع اليكس على راسو كيلقى الجثه ديال مايكا مدفونه في الغابه. كيقول المحقق اليكس واش خبارك بلي ما لقينا حتى واحد عايش في الدار ديال نانسي وكانت مهجوره من سنين، ورجعنا لسجلات الجامعه وما لقينا حتى وحده بنفس السميه ديال نانسي، وانها كانت غير قصه من دماغك باش تشجعك تسالي مع مايكا. فهنا اليكس كيحاول يهرب وكيطيح وما كيعرفش ينوض. كيقول ليه المحقق واش خبارك بلي مراتي ماتت هذه 10 سنين والشرطه قالت انها ماتت بحادثه ولكن هي تقتلات، وكنشوفوا المشهد ديال الحادثه واللي كتكون خطيره. كيكمل وكيقول له بلي بنتي كانت في الطوموبيل واللي ضربوهم كون عيطوا للاسعاف كانت مراتي غتعيش، ولكن هما مشاو وخلاونا، وبعد ساعه مراتي ماتت قبل ما توصل الاسعاف. وكيبان انهم كانوا اليكس ومايكا طلبت من اليكس انه يديماري ويهرب. وكيسولوا المحقق نتوما كيفاش بقيتوا عايشين هاد السنين كامله وانتم قاتلين روح، وكيوريه صوره بنته ايفا واللي كنعرفوا انها صاحبه اليكس نانسي، وباللي هو اللي سرق الجثه ديال مايكا، ونانسي هي اللي حطت الادله في دار اليكس. وكيقول له المحقق راه جا الوقت باش تخلص داكشي اللي درتي انت ومراتك، وان نانسي حطات لك ماده تي اش 16 في الليل، وباللي 8 سوايع تقريبا هو في المشرحه، يعني بقات لك دقيقه وتموت. هنا كتكون تسالات القصه ديال الفيلم ديالنا، وكنتحدى اي واحد يكون توقع النهايه الصحيحه لهذا الفيلم.